ويخلي حياتك تتحول تماما، راجع هدفك الأساسي اللي عايش مشانه. إذا كنت عم جمع مصاري مشان تتزوج، ومثلا البنت اللي كنت بدك تتقدم لها خذلتك وراحت انخطبت لشخص آخر رغبت فيه، ما ضروري تصرف هالمصاري على رغبات أو دخان أو أراجيل، أو ربما تفوت بحالة إدمانية معينة وتقول خلص أنا بدي أعيش حياتي وانبسط، أنا على شو مقهور، وتحاول تراضي حالك من خلال إنك تدفع كل هالأموال هاي أو كل رغباتك أو شهواتك اللي كنت عامل لها حد معين، تكسر الحد وتقول خلص أنا بدي أعيش حياتي. لا 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 أبدا، خليك عم تسعى في سبيل الزواج، ورب العالمين لما يعرضك لمصيبة معناته هذا الشخص ما إلك، ولما يعرضك لمصيبة على هيئة شخص خذلك كان بده يتقدم لك وبطل يتقدم لك، ما معناته انك تشيل الحجاب وتبطل تصلي وتصير تنزل صورك بطريقة انتقامية وكأنك عم تنتقمي من الأقدار، وكأنه ثباتك على دينك ما كان مشان رب العالمين ولكن مشان هالشخص يتزوجك. لا لا أبدا، خليك ثابتي وقولي كما قالت أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وعوض رب العالمين جايك بإذن الله، وعوض رب العالمين جايك بإذن الله. لذلك خليك على ثباتك مهما كان هذا الموقف وشو ما كان. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه ذاهب إلى مكة المكرمة معتمرا مع أصحابه، فعندما جاء ليطبق هذه الرؤية وأمر أصحابه أن يتجهزوا للذهاب لمكة، وكانت مكة حين لسه مع المشركين مع قريش، وحينما اقتربوا من مكة قليلا قريش منعتهم من دخول مكة، ووقعوا حينها صلح يدعى بصلح الحديبية. ظاهر شروط هذا الصلح مهين جدا، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شايف رؤيا أنه رح يدخل مكة المكرمة معتمرا. شلون كيف صار هذا الصلح؟ ولكن بعد أن وقعوا هذا الصلح وعاد الصحابة حزينين مع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، نزلت الآيات الكريمة بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب وين هذا الفتح؟ شلون يعني فتح أصلا؟ ولكن بعد أشهر بين هذا الفتح. انتشرت الدعوة بسلام بسبب عدم وجود حرب أيضا، فدخل آلاف الأشخاص من شبه الجزيرة العربية الإسلام. مدة الصلح 10 سنوات، ولكن بتاني سنة قريش كسرت الصلح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة مع أصحابه فاتحين مع 10,000 شخص، بعد أن كانوا قبل سنتين ذاهبين إلى